السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ بسؤال مباشر. ليه في ناس بتتعلم برمجة تقعد سنين وبتخلص كورسز وبتبني حتى سيستمز لكن مش بتشتغل؟ أنا مش بسأل السؤال ده من فراغ. أنا مبرمج دوت نت شغال على سيستمز بقالي أكتر من 10 سنين، واختفيت من اليوتيوب من 5 سنين، مش علشان زهقت لكن عشان كنت بتعلم برمجة بس من مكان مختلف. والنهارده راجع علشان أتكلم عن البرمجة اللي مش بتتشرح في الكورسات. خليني اعرفك الاول بسرعه عن نفسي. انا مبرمج دوت نت، اشتغلت على سيستمز حقيقيه في شركات كبيره، سيستم زي حضور وانصراف، انظمه جوه شركات، انظمه بتخدم اكتر من 15,000 موظف. من 5 سنين انا كنت بطلع فيديوهات على اليوتيوب وبعدها اختفيت، مش عشان النجاح او الفشل ولا حتى فقدت الشغف، لكن عشان اكتشفت ان البرمجه اللي على اليوتيوب مش هي البرمجه اللي في الشغل. كنت محتاج اسيب الكلام وادخل جوه التجربه. خليني اقول لك المشكله بصراحه من غير تجميل ولا تنظير. المشكله مش في اللغه اللي بتستخدمها، مش في سي شارب، مش في جافا، مش في بايثون. المشكله في طريقه التعلم نفسها. اغلب الناس اتعلمت البرمجه على انها فيديو ورا فيديو، كود شغال وخلاص، كوبي وبيست، ايفن حتى اكاديميك كورسز. لكن الحصيله انه بيطلع ممكن يكون فاهم، بيعرف ازاي يكتب كود لكن ما يقدرش يشتغل. بس اول ما يتحط قدام مشكله حقيقيه او سيستم كبير بيقف. لان البرمجه الحقيقيه مش ان الكود يشتغل، البرمجه الحقيقيه الكود ده هيعيش ازاي، هيشتغل ازاي. خليني اقول لك فرق ما بين نوعين من المبرمجين كبير قوي. اول واحد بيعرف يكتب كود كويس، وده ان الاي اي اللي هيعرف هيبدله. والتاني بيعرف يبني سيستم. الاول بيفرح لما الكود بيشتغل، التاني بيقلق لما الكود بيشتغل من غير مشاكل. لان السؤال الحقيقي دايما ليه يشتغل الكود ده؟ هيحصل ايه بعد شهر للسيستم، بعد سنة؟ في الشغل الحقيقي مفيش توتوريال، في قرارات، في مسؤولية، في اخطاء تمنها غالي جدا. وده اللي مش بيتقال في كل الكورسات. خليني اديك مثال واقعي من غير اكواد. سيستم زي حضور والانصراف دوت، التوتوريال يقول لك تسجل بصمه، خزن وقت، لكن الواقع بيقول حاجه غير كده. الموظف لو اتاخر دقيقه هيتحسب ازاي؟ لو اتاخر 10 دقايق هل في سماحيه؟ هل في ورديه ليل؟ هل في اذون؟ هنا برمجه مش لغه، هنا برمجه طريقه تفكير قبل ما تكتب الكود. ده الفرق اللي بيخلي ناس تشتغل وناس تانية لا. القناة هنا مش كورسات، ومش هتطلعك فول ستاك ديفلوبر في شهر ولا 2. القناة هنا علشان تغير طريقة تفكيرك. هنتكلم من الدوت نت من أرض الواقع، سيستم ديزاينز، سيكوال ديسيشن، أخطاء شفتها بنفسي وتعلمتها من غير بهرجة ومن غير تنظير ومن غير وعود كدابة. وغير طبعا الجزء الهاردوير اللي هنتكلم فيه ازاي انت كمبرمج بتقدر تجمع جهاز كمبيوتر وتقدر تشتريه، ايه اللي تحتاجه وايه اللي ملوش لازمه، او ايه الحاجات اللي ممكن تصرفها على الفاضي. في الفيديو اللي جاي هنتكلم بصراحه اكتر عن مصطلح ناس كتير مش بتحبه، اللي هو التوتوريال ديفلوبر. مش شتيمه، دي مرحله، ولو عرفت تخرج منها هتشوف البرمجه بشكل مختلف. لو حابب تكمل الرحله ديت خليك معايا، وانت عارف انت هتعمل ايه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.